تعال اقول لك على خطأ بيحصل كتير جدا بسبب الإهمال وعدم المتابعة. لو ما عملتش الموضوع ده تأكد تماما إنك هتدفع فواتير كهرباء للتكييفات اللي عندك عالية جدا، وكفاءة التبريد في الغرفة عندك هتكون ضعيفة، والعمر الافتراضي للجهاز هيقل وهيوصل لمرحلة إنه يتدمر تماما. زي ما كلنا شايفين الجهاز ده بيطلع عندنا هواء ساقع من خلال الفتحة اللي احنا عاملينها هنا. دي هيركب عليها جريلة سبلاي هتخرج الهواء الساقع للمكان. لكن أهم تاني عامل موجود عندنا إن الهواء الساقع ده لما يخش أنا محتاج أسحب الهواء اللي موجود في الغرفة عشان يرجع للمكنة تاني. طب احنا زي ما احنا شايفين عندي مخرج الهواء الساقع هنا، فين مخرج الهواء الراجع؟ للأسف الشديد مش معمول. المفترض المخرج التاني هيبقى فيه عندي تكسير هنا، التكسير ده هيطلع لي الهواء بتاعي على المنطقة دي، فبالتالي المنطقة دي عشان أوديها لجهاز التكييف فهيبقى فيه تكسير عندي هنا. أنا لما بعمل كده إيه اللي بيحصل؟ جهاز الكونسيل بتاعي بيبقى فيه بلاور، البلاور ده دوره إن هو بيسحب الهواء اللي موجود في المكان من جوه ويطلعه عندي هنا عشان يرجعه للمكنة تاني فيسقع فيخرج للأوضة يبردها. لو أنا ما بدأتش أكسر الجزئية اللي عندي هنا وأكسر الجزئية اللي عندي هنا، أنا أصبح ما عنديش مرور للراجع بتاعي للمكنة، وبالتالي المكنة مش هتشتغل خالص وهيحصل فيها ايرور والجهاز هيبقى فيه مشاكل. ولو المعلومة فادتك اعمل لايك وفولو. أنا مهندس عماد كمال، بساعدك تأسس بيتك بشكل صح.